وبيبدأ فيلمنا مع سلاحف النينجا وهم واقفين فوق برج عالي بيراقبوا ملعب كرة السلة من بعيد لأنهم لسه عايشين في الخفاء، وبعدها بينزلوا لملعب السلة وبيفضلوا يراقبوا اللعيبة من فوق السطح من غير ما حد يشوفهم. ووقتها بتظهر أخبار على الشاشة وبيفكروا الناس بيها بالحادثة اللي حصلت السنة اللي فاتت بعد ما شرايدر حاول ينشر الوباء في مدينة نيويورك. وبيقولوا في الأخبار إن في بطل ظهر هو اللي منع شرايدر من اللي كان عاوز يعمله، وبيقولوا إن البطل ده هو فيرن. وبنعرف إن السلاحف قرروا يحطوا فيرن في الصورة علشان محدش يكتشف وجودهم، لكنهم بيكونوا غيرانين من فيرن لأنه أخذ اللقطة وبقى محبوب من الجماهير، فبيفضلوا يضايقوه ويحدفوا عليه حاجات من بعيد وهو بيعمل لقاء صحفي. وفي الفترة دي بنعرف إن سلاحف النينجا بيساعدوا أبريل في مطاردة راجل اسمه باكستر، وبنعرف إن الراجل ده عالم مجنون شغال لصالح شرايدر، وحالياً شرايدر مقبوض عليه واتحكم عليه بالسجن المؤبد. لكنهم بيكتشفوا إن باكستر بيخطط إن هو يهرب شرايدر من السجن، وحالياً سلاحف النينجا وأبريل بيخططوا إن هم يبوظوا خطتهم. وفي نفس الوقت بنشوف الشرطة وهي بتنقل شرايدر في عربية مصفحة علشان ينقلوه لسجن الولاية، وبيكون معاه في العربية مجرمين تانيين أساميهم بوب وراك، وبيكونوا هما الاتنين منبهرين جداً بشرايدر وبيعتبروه مثلهم الأعلى، وكمان بيكون عندهم استعداد يساعدوه في الهروب. وبيكون المسؤول عن تأمين عملية نقل شرايدر لسجن الولاية ضابط اسمه كايسي، ومعروف عن كايسي إنه هو ضابط شاطر وبيحب شغله. ولكن أثناء عملية نقله لسجن الولاية باكستر بيهاجم العربية اللي شرايدر موجود فيها علشان يحرره، وبيحصل اشتباك قوي بين الطرفين والشرطة مش بتكون قادرة تسيطر على الوضع. وفي اللحظة دي سلاحف النينجا بيتدخلوا وبيحاولوا يمنعوا شرايدر من الهروب، ولكن أثناء المطاردة بتحصل حاجة غريبة لأن شرايدر بيستخدم جهاز شبه بوابة نقل زمنية، وأول ما بيستخدمه بيختفي في ثواني. وطبعاً سلاحف النينجا بيكونوا مصدومين من اللي حصل وما بيكونوش عارفين هو راح فين بالظبط، وبيكونوا متضايقين جداً إن هو هرب. وفي اللحظة اللي شرايدر بيختفي فيها بيتنقل لمكان تاني كأنه بعد مختلف عن عالمنا، وهناك بيقابل مخلوق غريب اسمه كرانج. والمخلوق ده بيكون شبه الأخطبوط لكن عنده قدرات خارقة، وبيعرض كرانج على شرايدر إن هو يديله تكنولوجيا متطورة ويقدر بيها يسيطر على كوكب الأرض بالكامل، ولكن على شرط واحد، والشرط هو إنه لازم يساعده في جمع 3 قطع من جهاز اسمه دايمنشنال بورتال، والجهاز ده يقدر يفتح بوابة بين البعد اللي كرانج عايش فيه وبين كوكب الأرض. فبيوافق شرايدر على العرض على طول، وبعدها شرايدر بيرجع لكوكب الأرض وبيروح يقابل باكستر وبيطلب منه يستخدم التكنولوجيا الجديدة والمادة الغريبة اللي كرانج اداهاله علشان يحول روك وبوب لجنود خارقين يشتغلوا لصالحه. وبالفعل باكستر بيستخدم المادة الغريبة عليهم هما الاتنين، وساعتها بوب بيتحول لخنزير بري ضخم وروك بيتحول لواحد قرن، وهما الاتنين بيكتسبوا قدرات خارقة وبيكونوا فرحانين جدا بقدراتهم دي. ولما السلاحف بيرجعوا للقبو بيبدأوا يحللوا اللي حصل، وبيكتشف دوناتيلو إن في موجات طاقة عالية جاية من خارج كوكب الأرض، وبيكتشف إن شرايدر واللي معاه هيبنوا بوابة بين عالم الأرض والبعد التاني. وفي نفس الوقت بنشوف إبريل بعد ما دخلت لمختبر باكستر وبتراقبه من بعيد وهو بيعمل التجربة على بوب وروك، وبتاخد بالها إن هم اتحقنوا بمادة غريبة، فبسرعة بتسرق المادة دي من المختبر وبتطلع تجري في الشارع، والعصابة بتطلع تجري وراها. وفي نفس الوقت بيكون كيسي قدام المختبر فبيجري وراها علشان يعرف مين دي وإيه اللي بيحصل بالظبط. ووقتها العصابة بتحاصر إبريل وبيستعدوا علشان يقتلوها، ولكن في اللحظة دي كيسي بيتدخل وبيدافع عنها وبيبدأ يضرب في العصابة. وبعد لحظات الشرطة بتوصل، فبسرعة إبريل وكيسي بيطلعوا يجروا علشان يستخبوا. وفي نفس اللحظة دي سلاحف النينجا بيظهروا قدامهم، وطبعا كيسي بيكون مذهول من اللي هو شايفه وبيكون خايف منهم، ولكن إبريل بتطمنه وبتقوله إن دول أصحابها واستحالة إنهم يأذوه. وبتبدأ إبريل تحكي للسلاحف عن اللي حصل في المختبر، والسلاحف بياخدوا بالهم إن كيسي كان بيطارد بوب وروك علشان يقبض عليهم، فبيقرروا إن هم يضموه لفريقهم لأن هدفهم واحد. وبعدها بياخدوه للمقر بتاعهم علشان يتكلموا معاه ويفهموه كل حاجة بتحصل. وبيكون كايسي مبهور جدا من اللي بيحصل ولسه مش قادر يستوعب اللي هو فيه، وبيتفاجئ كايسي أكتر لما بيشوف المعلم سبلينتر، وبيقرر يدخل في قتال معاه علشان يتحدى قوته، ولكن المعلم سبلينتر بيفوز عليه في ثانية، والسلاحف بيفضلوا يضحكوا عليه لأنه كان فاكر إنه ممكن يهزم المعلم بتاعهم. وبعدها إبريل بتتكلم مع كايسي وبتشرح له كل حاجة بخصوص سلاحف النينجا، وبتعرفه إن هم اللي بيحموا المدينة من سنين من غير ما حد يعرف، وبتطلب منه يتعاون معاهم علشان ينقذوا مدينتهم. وفي نفس
نفس الوقت بنشوف دوناتيلا وهو بيعمل أبحاث عن المادة الغريبة اللي سرقوها من مختبر باكستر، وبيعرف إن المادة دي بتغير من الطفرة الجينية. وفي نفس الوقت بيقول شرايدر للمساعدة بتاعته إن هو قرر يصنع جيش ضخم، والجيش ده هيتكون من المتحولين جينياً علشان يسيطر بيه على العالم، لكنه دلوقتي لازم يجمع الأول ال3 قطع علشان يسلمهم لكرانج. وبعدها بيروح شرايدر يبص على بوب وروك وبيلاقيهم عمالين يأكلوا بكل شراهة زي الحيوانات، وبيكونوا فرحانين جداً بقوتهم الجديدة. وفي نفس الوقت بيكتشف دوناتيلو إن المادة الغريبة دي ممكن تحولهم لبشر، وبيروح يقول لليوناردو إنهم ممكن يستخدموا المادة دي على نفسهم علشان يبقوا بشر، وساعتها حياتهم هتتغير. ولكن ليوناردو بيتضايق وبيعرفوا إن هما ما ينفعش يكونوا أي حاجة تانية غير سلاحف، وبيطلب منه يشيل الأفكار دي من دماغه. وطبعاً دوناتيلو بيزعل جداً وبيسكت خالص. وفي نفس الوقت بيوصل شريدر مع بوب وروك للمتحف، وبيسرق شريدر من هناك القطعة التانية من جهاز دايمنشنال بورتال، لأنه أساساً كان معاه القطعة الأولى. وبيطلب شريدر من روك وبوب إن هم يسافروا البرازيل علشان يجيبوا القطعة الأخيرة من هناك. وفي نفس الوقت بيروح مايكل أنجلو يحكي لرافائيل إن هو سمع إخواتهم وهم بيتكلموا عن المادة الغريبة اللي ممكن ترجعهم بشر. فرافائيل بيتعصب لأن إخواته مخبيين عليه سر زي ده، وبيروح يتخانق مع ليوناردو لأنه كان مخبي عليه موضوع خطير زي ده. فليوناردو بيطلب منه ما يفتحش معاه الموضوع ده تاني لأنه مش هيسمح لهم يتحولوا لبشر. ولكن رافائيل بيعرفوا إن دي فرصتهم الوحيدة علشان يقدروا يعيشوا بشكل طبيعي وسط الناس بدل ما هم مستخبيين دايماً. ولكن ليوناردو بيكون رافض الفكرة تماماً وبيطلب منه ينسى الموضوع ده نهائي. ووقتها بيوصل لهم خبر سرقة المتحف، فبسرعة 2 من السلاحف بيتحركوا على المتحف. ولما بيوصلوا المتحف بيعرفوا إن شريدر بيخطط إن هو يفتح بوابة لعالم تاني علشان يسيطر على كوكب الأرض، والموضوع ده هيكون خطير لأن في كائنات غامضة هتعدي من البوابة وهيحتلوا كوكب الأرض. فبسرعة السلاحف بيروحوا يقابلوا أبريل وكايسي وبيحكوا لهم اللي حصل، وبيتفقوا سوا إن هم يسرقوا عينة تانية من السائل الغريب علشان يحللوه. ولكن المشكلة هنا إن العينة دي موجودة في قسم الشرطة ولازم حد يساعدهم يدخلوا للقسم. فبتروح أبريل تقابل فيرن وبتقوله إن هم محتاجين مساعدته علشان يقدروا يدخلوا مركز الشرطة، وبتطلب منه يشتتوا انتباه الضباط لحد ما يدخلوا القسم ويسرقوا العينة، لأن فيرن دلوقتي بقى راجل مشهور في المدينة وكل الناس بتحبه. وبالفعل أول ما فيرن بيدخل لقسم الشرطة كل الضباط بيتفاجئوا وبيسيبوا اللي هم بيعملوه وبيروحوا يتصوروا معاه. ووقتها أبريل وكايسي والسلاحف بيبدأوا يتسللوا للقسم. وأول ما أبريل وكايسي بيوصلوا قدام الأوضة اللي فيها العينة بيظهر قدامهم 2 من العصابة، ووقتها بيحصل اشتباك بين الطرفين لأن كل واحد فيهم بيكون عاوز يسرق العينة. وهنا السلاحف بيقرروا يظهروا لأول مرة وبينزلوا يقاتلوا معاهم، وطبعا كل اللي في القسم بينصدموا لما بيشوفوهم. وفي اللحظة دي رئيسة القسم بتظهر قدامهم ومعاها الضباط وبيرفعوا عليهم السلاح، وبتكون الرئيسة مصدومة من اللي هي شايفاها قدامها. ولكن أبريل وكايسي وقتها بيتدخلوا وبيهربوا السلاحف بسرعة من القسم قبل ما يتقبض عليهم. وبعدها رئيسة القسم بتقبض على أبريل وكايسي وبتفضل تحقق معاهم. فأبريل بتعرفها إن السلاحف دول مش وحوش ولكن أبطال خارقين بيحاولوا إن هم يساعدوهم ويحموا المدينة. ولما السلاحف بيوصلوا للمقر بيقعدوا مع المعلم بتاعهم وبيعرفوه إن البشر شافوهم وبيكونوا متضايقين من نظرة البشر ليهم لأنها كلها استحقار وخوف. ولكن المعلم بيعرفهم إن البشر بيخافوا من الاختلاف وده مش معناه إن هم وحشين. وفي اللحظة دي السلاحف بيكتشفوا مكان وجود القطعة الأخيرة من الجهاز وبيعرفوا إن هي موجودة في البرازيل، وحالياً بوب وروك موجودين في البرازيل علشان يجيبوها. وفي الوقت ده بوب وروك بيقدروا يوصلوا لمكان القطعة الأخيرة وبيتواصلوا مع شريدر وبيعرفوه إن هم جابوا القطعة. وتاني يوم بنشوف سلاحف النينجا في طيارة متجهة للبرازيل علشان يوقفوا بوب وروك قبل ما يسلموا القطعة. وفي نص الرحلة بينطوا من الطيارة علشان يلحقوهم وبينطوا على الطيارة اللي بوب وروك موجودين فيها. ولكن أول ما بيدخلوا الطائرة بيتفاجئوا بأفراد من العصابة قدامهم فبيبدأوا يحدفوهم واحد ورا التاني من الطيارة، وبعدها بيروحوا علشان يجيبوا القطعة الأخيرة من الجهاز. ولكن وقتها بوب وروك بيوصلوا عندهم وبيدخلوا في اشتباك سوا، وأثناء الاشتباك الطيارة بتتدمر تماماً. فسلاحف النينجا بيحاولوا يتحكموا في الطيارة قبل ما تقع بيهم على الأرض
وبيقدروا في الآخر إن هم ينطوا في المية وينقذوا نفسهم من الموت في آخر لحظة، وبيكملوا في مطاردة باب وراك علشان يحاولوا ياخدوا منهم القطعة، ولكن بيفشلوا برضه. وبنرجع تاني لرئيسة قسم الشرطة بعد ما قررت إن هي تحجز أبريل وكيسي لحد ما تعرف هتعمل إيه معاهم. فبتتصل أبريل على فيرن وبتحكي له اللي حصل علشان يساعدها، وبتقوله إن العصابة فبركت لها فيديو في المتحف على أساس إن هي اللي سرقت القطعة، وبتطلب منه يجيب دليل براءتها. فبيروح فيرن على المتحف وبيسرق تسجيل كاميرا المراقبة من هناك، والتسجيل ده بيثبت إن شريدر هو اللي سرق القطعة. وبالليل بينجح باكستر إنه يشغل الجهاز وبيفتح بوابة بين كوكب الأرض وبين البعض التاني، وفي نفس الوقت بيروح فيرن يسلم التسجيل الحقيقي للشرطة. فبتقرر رئيسة الشرطة تطلق سراح أبريل وكيسي، وفي نفس اللحظة دي البوابة بين العالمين بتتفتح، ولما بتبص رئيسة القسم في السماء بتلاقي بوابة كبيرة بتتفتح. وطبعا كل سكان الأرض بيكونوا باصين في السماء وهم مذهولين، ومحدش بيكون عنده فكرة عن اللي بيحصل. وفي نفس الوقت ده سلاحف النينجا بيعرفوا اللي حصل، وبيعرفوا إن كرانك بيخطط للسيطرة على كوكب الأرض، وبيكونوا عاوزين يتدخلوا علشان ينقذوا البشر من اللي بيحصل. ولكن المشكلة هنا إن هم مش هيقدروا ينزلوا وسط البشر علشان ما يخافوش منهم. فبيقترح واحد منهم على إخواته إن هم ياخدوا المادة الغريبة علشان يتحولوا لبشر ويقدروا ينقذوا العالم من غير ما حد يكتشف هويتهم الحقيقية. ولكن رافائيل بيمسك المادة الغريبة وبيكسرها، وبيعرف إخواته إن هم هينقذوا العالم من غير ما يتحولوا لبشر، وبيقرروا إن هم ياخدوا خطوة مهمة ويكشفوا عن هويتهم الحقيقية، بالرغم من إنهم متأكدين إن الموضوع هيكون ليه عواقب كتيرة. وبعد لحظات يوصلوا قدام رئيسة القسم والضباط وبيعرفوها على نفسهم وبيفهموها إن هم أشخاص كويسين، وكل اللي هم عاوزينه إن هم يحموا مدينتهم من الأشرار. وبيأكد فيرن على كلامهم، وبيقول للرئيسة إن السلاحف دول هم اللي أنقذوا المدينة السنة اللي فاتت من الأشرار، وبيطلب منها تثق فيهم وتتعاون معاهم. فبتقرر رئيسة القسم إن هي تديهم فرصة، وبيبدأوا كلهم يحطوا الخطة سوا علشان يقضوا على الأشرار. وبعد ما شرايدر بياخد اللي هو عاوزه من باكستر بيؤمر رجالته إن هم ياخدوه ويحبسوه لأنه خلاص ما بقاش محتاج له دلوقتي. وبعدها بيلبس شرايدر البدلة الخارقة بتاعته وبيروح يقابل كرانك وبيقول له إن هم دلوقتي بقوا مسيطرين على كوكب الأرض، ولكن كرانك بيغدر بيه وبيجمده وبيحبسه في كبسولة علشان يسيطر هو على الأرض لوحده. وفي نفس اللحظة أبريل وكيسي وفيرن بيوصلوا عند باب وراك علشان يقاتلوهم، وسلاحف النينجا بيوصلوا عند كرانك وبيبدأوا هما الأربعة يقاتلوه، لكنه بيكون قوي جدا وما بينهزمش بسهولة. فوقتها دوناتيلو بيروح يستخدم جهاز التحكم وبيحاول يقفل البوابة اللي بين العالمين، وفي نفس اللحظة بيستخدم كرانك سلاح ضخم علشان يدمر المدينة بالكامل، ولكن السلاحف بيوقفوه في آخر لحظة. وبينجح كيسي في الوقت ده يستدرج باب وراك وبيحبسهم وبيحدف معاهم قنبلة علشان يخلص منهم. وفي نفس اللحظة سلاحف النينجا بيتعاونوا سوا وبيقدروا يهزموا كرانك، ولكن المشكلة الأكبر إن السلاح المدمر بيكون لسه شغال، والسلاح ده مش هيتم إيقافه غير لما يقفلوا البوابة. فبسرعة بيوصل كيسي عند غرفة التحكم اللي في المختبر وبيدمر البوابة، ووقتها السلاح بيقف وكل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، وكمان كرانك بيرجع يتحبس في البعد بتاعه. وطبعا سلاحف النينجا بيكونوا مبسوطين بالانتصار اللي هم عملوه. وتاني يوم بتقرر رئيسة الشرطة إن هي تكرم الأربع سلاحف على المجهود اللي عملوه، وبتعرفهم إن هم ليهم الحرية يظهروا قدام العالم ويعيشوا وسطهم بشكل طبيعي. ولكن السلاحف بيرفضوا إن هم يظهروا للنور، وبيكونوا حابين فكرة إن هم ينقذوا العالم في السر ويفضلوا متخفيين عن العيون. فبتقرر رئيسة القسم إن هي تسيبهم على راحتهم، وبتقول لهم إن هي هتتعاون معاهم كتير الفترة الجاية لأنها محتاجاهم في حماية المدينة. ولحد هنا يكون فيلمنا وصل لنهايته. لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وتشترك في القناة، وكمان تسيب لينا كومنت حلو زيك. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.